لا، انت عارف اني ما اقبلش ده. وما انت عايز ايه بالظبط؟ نختار السكرتير احنا الاثنين زي ما اتفقنا بالظبط. انا ما قلتش كده، حيرتيني زي ما انا محتاره بالظبط. ايه بس اللي يخليكي تقولي ان اورل ظروف مش عاوزك؟ واحده كانت قاعده جنبي. انت اتجننتي؟ انت فاكره الاعلان اللي عملوه عن الوظيفه؟ اوعي تقولي ان كانت هناك واحده معينه. اللي كانت قاعده جنبي كانت اكبر واحده في اللي تقدمه، واحنا كلنا اي بنت يعني بتتقدم لانترفيو زي ده بتبقى قلقانه، وكان المفروض ان اللي قاعده جنبي دي تبقى اكتر واحده قلقانه فينا. انما دي ما كانتش قلقانه، دي كانت بتبص لنا كلنا من فوق وكانها متاكده انها هتاخد الوظيفه. وليه ما يكونش كل ده اوهام؟ انت عارفه ساعه المكتب وطلبت منه يعمل لها قهوه. استر، في حاجه كمان. ايه هي؟ انا كنت اخر واحده دخلت الانترفيو لاني كنت اخر واحده وصلت. اي بنت ما قعدتش في الانترفيو اكتر من 7 دقايق. انا كنت ببص في الساعه علشان اعرف ان كان في انترفيو حقيقي ولا لا. وانتي؟ ما قعدتش 5 دقايق. اكيد كنت عصبيه معاهم. انما اللي كانت قاعده جنبي قعدت 12 دقيقه. استر، انت كنت بتردي عليهم بطريقه وحشه. كنت بختصر الموقف اللي ملوش لازمه، ولولا سامحوني كنت مشيت بعد دقيقه واحده. وايه حكايه سامحون دي بقى؟ ما تفكريش لبعيد مونيكا. مش انا اللي بفكر، كلامك هو اللي بيقول. ورغم كده بتقولي انك حاسه انك هتاخدي الوظيفه. لاني وانا ماشيه كانت نظرات سامحوني الساكت ده بتقولي مبروك. وهي دي كمان بيني وبينها علاقات خاصه؟ انت ليه عصبي يا اورل؟ لاننا اتفقنا ان دول احسن اتنين، وانت مش عايز تسيبني. انا عاوز مصلحتك. وانا عايز مصلحه الشغل. خلاص زي ما تشوف. لا يا حبيبي لا، مش زي ما انا اشوف، زي ما احنا الاتنين نشوف، زي ما اتفقنا في الاول. اوكي انا موافق. خلاص يبقى اتصل بيها في التليفون واقول لها تيجي بكره. ها؟ ما دام انت شايف ان ده في مصلحه الشركه. مين تاني سأل عليا غير السيد إيزاك بن عمتاي؟ انا كاتب لك ادم سامحون. يا نينو، انت كاتب لي بالعبري. انت عارف ان انا لسه باخد دروس فيه. اسف جدا ادم سامحون. على العموم ادو روبير حصرون طلبك مرتين. مرتين؟ انا قلت له ان عندك اجتماع وهو قال انك لازم تطلبه عشان حاجه مهمه. شكرا نينو. على كل حال استر، اذا كان الياهو خليكي ظريفه معاه، بطلي عصبيه. الو؟ ايوه موجوده. الياهو؟ لا، مين؟ الو؟ جيفيرت بلينسكي؟ انا استر. وانا اورل ظروف من ماجي تورز. ادم ظروف. اسمحي لي ازف لك خبر ان الاختيار وقع عليكي. تقدري تيجي تستلمي من بكره. شكرا. اوكي، الساعة 8:30. شالوم. ايه الحكايه استر؟ مونيكا، انا اخدت الوظيفة. لسه خايفة استر. اكتر من الاول مونيكا، اكتر من الاول. بس ده اقل من نسبة الخصم اللي جابه شريكي ادم ظروف. هو بيقول ان الخصم ده مخصوص عشان الشركة جديدة وعايز يكسبها عميل مستديم عنده. هو قاعد قدامك دلوقتي يا روبير وسمعني وانا بكلمك. طب قول له اذا كان ممكن يديني خصم 50% خصوصا بالنسبة لرحلات قبرص. انا مستعد اوقع معاه العقد فورا، ولو عليا اني اخسر له مبلغ يرضيه يوم السبت الجاي. السبت؟ لاحظ ان ادول شحال واحد من اهم المشتغلين في شركات الملاحة في تل ابيب، ثم انك لما تشوفه هتحبه جدا. انا كمان هحبه اكتر لو وافق على النسبة دي. عايز خصم 50% وهيخسر لك مبلغ محترم يوم السبت. 50%؟ اوكي، بس قول له العقد بعد الخسارة. اوكي ديفيد، بس خلي العقد بعد ما تتقابلوا يعني العقد بعد الخسارة؟ لا هو ما يقصدش ده، انما اوكي انا موافق. ميعادنا السبت الجاي. شالوم. ايه في ايه روبير؟ يظهر انه اتضايق.
متضايق من ايه؟ من الطلب اللي انت طلبته. يتضايق يا اخي. بزنس از بزنس. ايه في ايه مالك؟ لا اصلك ما عندكش فكره، ديفيد مختلف. ازاي؟ لما تشوفه هتعرف. اشوفك السبت. انا مش قلت لك توجه له الدعوه باسمي ايزاك؟ كان صعب الاتصال بيه سيرينا. هتقولي المكتب برضو التأسيس؟ لا مش بس، انا اتصلت بيه قالوا لي انه في اجتماع. مرة واحدة بنعمتان؟ لا ما هو انا كمان كنت مشغول طول الاسبوع اللي فات. كان في بارتيتات كويسة؟ لا كان في شغل كتير، عاوزين الطيارات كلها تبقى جاهزة بأي تمن. ايه الحكاية؟ مش عارف، بس من الواضح ان في حاجة. اكيد بن جوريون وراها. بن جوريون في سيد بوكير. مالك ايزاك؟ في خبر غريب سمعته سيرينا. ايه هو؟ شيمون بريس سافر فرنسا. طلع من عندكم ولا سافر على العال؟ لو كان سافر على العال ما كانش بقى خبر سيرينا. اطلب لك ديفيد تعزميه بنفسك. تفتكر هنلاقيه ليلة في البيت؟ نطلب ونشوف. الو ديفيد انت فين؟ الو ايزاك. الو ديفيد، انا طلبتك في المكتب. قالوا لك؟ قالوا لي وكان نفسي اطلبك. ما طلبتنيش ليه؟ لاني ما عنديش رقم تليفونك ايزاك. معقول ده؟ وانت لو كنت عاوز تسمع صوتي كنت انتبهت لده من زمان بنعمتاي. على اي الاحوال في شخصيه مهمه قوي عايز اكلمك. قالوا لي انك عاوز عزومة. انا ما كنتش عاوز عزومة، انا كنت منتظر الاذن. يعني انت عارف مين بتتكلم؟ انا معارفي في تل ابيب محدودين للغاية، فالمسألة يعني مش محتاجة لذكاء. بس انا لسه ما تعرفتش عليه. بس انا بقى عرفتك من يوم ما وصلت اسرائيل. يظهر ان اللي انا سمعته عنك ما كانش كفايه. لما يجي الكومبليمون من مدام قهروني تبقى دي شهادة لازم اعتز بيها. المفروض انك معزوم عندي الليله. لو كانت العزومة وصلتني في وقت مناسب كنت اعتذرت عن اي ميعاد تاني حتى لو كان عشاء عمل. افهم من كده انك مرتبط الليله؟ للأسف الشديد. على العموم اعتبر انك اخدت الاسم من السبت اللي جاي. وانا هفضل منتظر على احر من الجمر. الو السبت اللي جاي العشاء على شرفك مسيو سامحون. شالوم. شالوم مدام قهروني. كم كارت مشي؟ كارت واحد. 2. ثلاثة. انا هاخد كارتين. وانا كارت واحد. تشيك 150. انا بره. نخليهم 200. ده صراع الجبابرة وانا مش قدكم. بلاش نضرتك. ادم شحال صلد. اشوف. جوزين اس. غريبة. انا كنت عارف انك بتعمل بلف. بالعكس. فول دم بالاس.
ممكن اخد كاس؟ بنفسي اعمل لك كاس ابن سامحون. اوكي. اظن كفايه كده ليه؟ اخد وان فور ذا رود قبل ما امشي. ايه الحكايه يا روبير؟ دلوقتي هنعرف. واضح ان في حاجه هتحصل اليومين اللي جايين. ما تصدقش. لا صدق يا عزيزي، انت اصلك لسه جديد على اللعبه. بن غوريون معتزل في سادي بوكير، وهنا بن غوريون يروح سادي بوكير زي ما هو عايز، لكن بيمشي كل حاجه هنا. الليله لسه ما خلصتش شحال، بلاش عصبيه. هو مش قال؟ ايوه قال، بس اتصرف طبيعي جدا لحد ما نعرف ايه الحكايه. الناس دي بتتصرف كأن العرب هتتغير بين يوم وليله. انا شايف ان عبد الناصر مختلف. على العموم انا عندي اخبار ممكن تطمنكم. ايه تفتكر ان في مراكب سلاح هتوصل فعلا؟ اللي انا اعرفه انهم طلبوا اخلاء رصيفين في الميناء. انا مضطر امشي، الوقت اتاخر جدا. عرفتوا؟ استنى خدني معاك. الله 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 الله، يعني انتوا خلصتوا لعب الليله ولا ايه؟ البركه في ادم سمحون. نشوفكم الاسبوع الجاي. عرفتوا؟ عرفتوا؟ سلام. محدش عمل لي كاس والدنيا بردت. انا متاسف ادون شحال، ما كانش بايدي، كان عندي ورق كويس. انت معاك حق طبعا ادم سمحون، بس احنا كنا اتفقنا. ما هو الاتفاق ده بقى السبب اللي حصل. تقدر الاقي عندك تفسير ادون سمحون؟ انا وعدتك باني هخسر مبلغ يرضيك لو انك اديتني خصم 50%، خصوصا بالنسبه لرحلات قبرص. هو انا قلت اوكي. بس حطيت شرط ان العقد ينكتب بعد الخساره. حبيبي بزنس از بزنس. ما انا بكلمك في البيزنس ادون شحات. ازاي؟ لاني لما احب اتعاون مع حد ما احبش اسيبه واروح لواحد تاني بعد شويه. تمام. البيزنس خصوصا العلاقه فيه لازم تستمر، ومش ممكن تستمر الا لو كان في ثقه بين الطرفين. ده كلام مظبوط. لكن انا مش فاهم. كان لازم تثق في كلمتي، لما اقول لك هخسر يبقى هخسر. لكن انت عموما صلدي وكل اللي كسبته اعتبره من نصيبك ادون شحال. معنى كده انك بتديني رشوه؟ وهي تفرق ادون شحال؟ عموما اعتبرني خسرت. ها، تحب توقع العقد امتى؟ بكره طبعا. الساعه كام؟ يناسبك الساعه 11. عموما المبلغ ده كله ما يسويش اي حاجه جنب اني اتعرفت على شخصيه محترمه زيك. ميرسي جبرت حسرون على الليله الجميله دي. عايزين نبقى نشوفك كتير ابن سامحون. عرفتوا؟ عرفتوا. سلام. شكرا. جالك كلام يا حبيبي؟ مش لما نشوف هو سايب قد ايه؟ ماليش دخل يا حبيبي، انا هاخد نسبتي مهما كان المبلغ. احنا طالبين 15 غرفة ل 22 سائح. لا، ادون ظروف اتفق معاكم ان الغرف الزوجية مش هتتحدد الا بعد وصول الفوق. ايوه، بالنسبة للاسعار ادون ظروف مدي تعليمات بانه هيناقشها مع المدير. اوكي، ميعاد الوصول اتحدد وانا بلغتكم بيه 16 ديسمبر. اوكي، شالوم. ادون ظروف الاوتيل اتصل دلوقتي وبيقول اي حاجه عايزاها من الاوتيل اطلبيها، انا هتفق بنفسي مع مدير الاوتيل بكره. انا عايز اسالك سؤال. اسال اورلي. انت ليه ما بتحبش الناس؟ مين قال كده؟ في واحد زعلان منك. زعلان مني انا؟ سيجانولوف شطريط. مع اني ما قابلتوش منين ما شفت عند يوسف. ما هو ده اللي مزعله منك، اتصل بيك هنا مرتين في التليفون، ما حاولتش انك ترفع السماعه وتكلمه. انا ما عنديش رقم تليفونه. انت عارف يعني ايه سيجانولوف في الجيش العامل؟ اورلو، انا ما تهمنيش الرتب، انا كل اللي يهمني. لا 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 لا، الكلام ده مش واقعي. بخور شطريط ممكن ينفعنا جدا. خد ده كارت في نمرة تليفونه في البيت ونمرة تليفونهم في المكتب، اتصل بيه من فضلك. انت عارف حال السياحة في البلد اليومين دول عامل ازاي.
انت شفت الجواب ده؟ طبعا. ما انا اللي بعتهولك. انت ايه رايك؟ رايي ايه؟ دي اعلى نسبة خصم حصلت في اسرائيل من يوم انشائها. 30%. ولو زاد الفوق عن 50 تبقى 35%. مراكبهم كويسه؟ لا، ما قبرص قريبة والرحلة مش محتاجة انت ايه رايك في الميديترينيان؟ ميديترينيان طبعا شركة هايلة، مراكبها كبيرة وكباين لوكس، بس الاسعار نار. واذا ادونا 50%؟ انت بتحلم. بحلم؟ ايوه. العقد اهو. انت كده بتخل بالعقد اللي بينا. يا سلام، عشان جبت اسعار ارخص؟ لا، عشان وقعت العقد من غيري. لو انت قريت العقد كويس كنت هتعرف ان العقد ده مش ممكن يكون ساري غير بعد توقيعك. شوف يا ديفيد، ولعلمك بقى ادون شحال قال لي انه يعرفك كويس قوي، ولعلمك بقى هو عارف كمان ان انت هنا في الشركه كل حاجه. على فكره المركب الامريكاني هتوصل بعد 15 يوم. الفوج اللي عليها مش هيبات في اللوكندات لانهم هيباتوا في المركب. اهم حاجه اورلو الاتوبيسات. لا ما تخافش، انا كلمته لابيدوس للنقل والسياحه، الاتوبيسات هتبقى جاهزه في الميعاد. ده شيء عظيم. وايه اخبار شركات الطيران؟ مفاجاه، ده عرض من شركه العال ب 25% خصم. انت مش قلت ان اخوك بيشتغل عندهم؟ ما هو اللي جاب العرض. طب قول له بقى ان الاير فرانس ممكن تدينا خصم. لا، دي بقى مش طريقه شغل. انا كده قاعد في البيت وانت ماشي الشركه. وانت ايه اخبار سبان؟ ما هو ده اللي معصبني. ايه اختلفتوا سوا تاني؟ بالعكس، احنا كنا ناويين ناخد بنصيحتك. وحليت المشكله مع الماما؟ المشكله دي ملهاش حل. دول عاملين زي العرب، ما يجوش الا بالامر الواقع. برافو. نسيتني حاجه مهمه. خير؟ انت وراك يوم السبت بالليل؟ انا عندي عشاء. انا اصل كنت عايز اعمل عشاء بمناسبه جوازنا عشان احطهم امام الامر الواقع. لا خليها بقى السبت اللي بعده، على الاقل يا اخي تاخد لك اسبوع عسل. طب ما تعرفليش شركه سياحه محترمه تديني خاص؟ احسن برضه، احسن السبت الجاي او اللي بعده، على الاقل اكون اعصابي استريحت شويه. ايه مالك اورلو؟ ديفيد، تفتكر الجواز بالنسبه للي زيي، يعني اللي في سني؟ سنك ايه يا راجل؟ ده انت عيل، ده انت لسه في عز شبابك يا اورلو. ده ايه؟ دي بطية من انا متاسفه. من فضلك يا استاذ دقيقه واحده او حاجه فضيلك. بس انت ايه رايك بقى؟ بعمل شغل كويس ولا لا؟ الحقيقه هايل بالنسبه للظروف اللي احنا فيها، هايل جدا. وهو ده اللي يغيظ. بس انا بلغني ان المصريين تعبوك قوي. ان جيت الحق بقى انا اللي تعبتهم. وايه اخبار مصر دلوقتي؟ في الحقيقه سجونها زي ما هي، ما فيهاش اي تطوير. احنا مش هنلعب ولا ايه؟ الظاهر ان الفلوس تعبه بين عميتاي عايز يتخلص. سيرينا انا بقالي اكتر من اسبوع ما بسيبش المطار قبل الساعه 11 بالليل، يعني انا من حقي شويه ترفيه. ايه من عمتاي؟ في اخبار جديده ولا ايه؟ انت عارف وبلاش احنا نعرف. في اخبار عظيمه. قطع الغيار وصلت؟ انا سمعت ان في طيارات اورجو هتوصل قريب، واحتمال اسافر فرنسا كام اسبوع كده اخد كورس فيها. مش الاورجون بس، في مفاوضات على المستير كمان. والفرنسيين وافقوا. شموم ناس كتير وزاره الدفاع طار لباريس في زياره سريه. تفتكر الفرنساويين ممكن يوافقوا رابينوفيتش؟ اصل المصريين هياخدوا السلاح لقاعدة قناة السويس بعد الانجليز ما يمشوا. دان بيقول كده. الفرنساويين مفيش قدامهم غير انهم لازم يوافقوا. والبيان الثلاثي اللي بينه وبين امريكا وانجلترا حوالين الشرق الاوسط
بيان الثلاثي ما منعش المصريين من انهم يعاونوا الجزائريين. أدول سمحون، تحب تشاركنا؟ في الحقيقة أنا الليلة عندي حاجة أهم. إيه هي؟ أولا أحب إني أقعد مع مدام أهروني. ديفيد مفيش رسميات. سيرينا، اسمي سيرينا. خلاص، كل اللي تقوليه. أحب إني أقعد مع سيرينا الليلة. أنا بتمنى لكم حظ سعيد. تعالى بقى احكي لي عن مصر وقول لي بالظبط اللي بيحصل فيها دلوقتي. ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ كنت عارفه انك هتوصلي، قلت استناك. انت ما خرجتيش الليله مع الياهو؟ كنت تعبانه. خانقته تاني؟ من غير ما نتخانق. مالك؟ الرحله كانت كويسه؟ ما تهربيش من سؤالي. عاوزه تعرفي ايه؟ بتحبيه؟ استر بلينسكي. اتعشيتي على الطياره ولا اعمل لك عشاء؟ قلتلك ما تهربيش من سؤالي. مش هتصدقيني. ردي على سؤالي استر. مش عارفه. هو مرتبط؟ معرفش. غزلك؟ يا ريت. ما حصلش بينكم كلام؟ عارفه مونيكا، لما كان عندنا 16 سنه وكل واحده فينا عندها حلم بواحد معين، استر، حلم بيفضل مع البنت مننا طول عمرها من غير ما تلاقيه. حلم بيتولد علشان ما يتحققش، والايام بتمشي، تتعرفي على شبان، تدخلي تجارب، تعرفي رجاله وتحبي وتكرهي، تتجوزي ما تتجوزيش، لكن الحلم ده بيفضل دايما معاكي، ملكك، لانه بتاعك. ولقيتي حلمك؟ ديفيد شارل سمحون بيعامل لي بنفس الرقه والذوق اللي بيعامل بيهم كل اللي في المكتب، حتى نينو الساعي. يمكن عشان مختلف عن إلياهو جادوسكي. سألت نفسي السؤال ده. ولقيتي ايه؟ لا مونيكا، انا عرفت كتير مختلفين عن إلياهو. لا، مش ده السبب. استر، خلي بالك من السكه اللي انت ماشيه فيها. الكارثه اني شايفه كل حاجه، شايفه لدرجه اني عارفه اللي جاي وكاني عشته قبل كده. انا قلت له انها غلطتها مش غلطته. كلارا هي اللي طردت دان، هي اللي كانت هتتجنن عليه. كانت فاكراه زي بقيه القوات بتوع الجيش، مع انه ما يملكش غير مرتبه، بس سمعته في البلد هايله. وراك حاجه ديفيد؟ كتر التردد على السجون بيعلم النوم بدري. تعبت ديفيد؟ قوي. عاوز تروح؟ اذا سمحتي لي. هتبقى تيجي؟ ها؟ بالتاكيد سيرينا. بونوي. بونوي ديفيد. ديفيد، ما تبقاش تنساني ديفيد من فضلك. مش هنساك سيرينا. وعد؟ وعد. بونوي. بونوي.
سمعت ان في طيارات اردو هتوصل قريب، واحتمال اسافر فرنسا كام اسبوع اخد كورس فيه. مش الاردن بس، في كمان مفاوضات على المستير. شيمون بريس كتير وزارة الدفاع طار لباريس في زيارة سرية. اللي انا اعرفه انهم طلبوا اخلاء رصيفين في المينا. أعرف أني أخالف التعليمات، لكن ما أسمعه من حولي يدفعني للمغامرة حبا في الوطن. سمعت اليوم أن شيمون بيريز سكرتير وزارة الدفاع طار إلى باريس في مهمة سرية، وأن السيد طب افرض إني سمعت حاجة مهمة جدا وتضر البلد، أطنش يعني كده ولا كده سمعت؟ بالظبط كده. ده لو ده حصل معاك يا مصطفى بيه هتسكت؟ اذا كان في هدف اسمى. هو في هدف اسمى من البلد؟ ما عشان البلد لازم تسكت. لا بصراحة أنا مش مقتنع. اسمع رأفت ولا ديفيد؟ ما انت بقى لازم ترسلك على بره، يا رأفت يا ديفيد. ما هو ده بقى المطلوب منك في المرحلة الأولانية في تل أبيب. ايه ده بقى؟ المرحلة الأولى في تل أبيب مطلوب منك انك تكون ديفيد وبس. انت لغاية دلوقتي رأفت. صحيح انت اتعاملت بأسماء كتير، ياكوف، ليفي، ديفيد، لكن رأفت لسه جواك. علشان كده انت لزمك وقت كافي، يطول يقصر مش مهم، المهم انك تتعود انك تكون ديفيد. رأفت ده لازم ينزوي في ركن من ذاكرتك، ما يبلهمش هناك ابدا. ولما ده بالذات يحصل هتلاقي نفسك في امان، مترستق، شايف كويس قوي كل اللي حواليك، قادر تحدد فين الخطر وفين الامان. ساعتها هتلاقي نفسك بقيت جزء من المجتمع الاسرائيلي، وتقدر تتصرف بحكمه وبدون اخطاء. ايوه بس رأفت هيفضل جوايا مهما طال الزمن يا مصطفى بيه. طبعا انت ساعتها هتكون قدرت تسيطر عليه، بحيث رأفت بقى ما يظهرش الا في اللحظه المناسبه عشان يمارس مهمته المقدسه. ما تنساش ان لسه في حاجات كتير انت ما ضربتش عليها. اكتر من التدريب اللي انا خدته؟ بكتير. وما اخدش التدريب ده ليه قبل ما اروح؟ لان كل شيء له وقت وله اوان، مسألة لازم تتم بالتدريب.
מצלמים את המחבלים בחודש החנוכה אצל פרד, אולפני צילום רק בדיזנגוף. هاموا على شطه الرحيب والناس في حبه سكارى. ماجي تورس، لحظة من فضلك. أدن ظروف جبرت سيبيل على التليفون. قصدي جبرت ظروف على التليفون. اوكي جبرت ظروف على التليفون. حوليها لي على مكتبي انا. أدن ظروف معاكي. استر تعالي. دي الجوابات والبرقيات اللي وصلت النهارده. جواب لمين؟ من ألمانيا. اوه اخيرا ردوا علينا. هما بيعتذروا لان عرضنا وصلهم متاخر وبعد بدايه الموسم الشتوي، وكانوا حددوا الافواج والاماكن اللي هيزوروها، لكن بيوعدوا انهم هيحطوا شركتنا في الاعتبار في المواسم اللي جايه. في حاجه تانية؟ طالبين معلومات عن الاماكن اللي ممكن الافواج تزورها هنا في اسرائيل، وانواع الفنادق ودرجاتها واساميها، واذا كان في فنادق تابعه لشركات سياحه عالميه. رد عليهم وقول لهم ان انا بالفعل حضرت رد بالالماني حقيقي، بس منتظر اترجمه واقدمه لك وشوف اذا كان عندك تعديلات. في حاجه تانية؟ برقيتين، واحده من روما والتانيه من باريس. في اخبار كويسه؟ في حاجه يا استر؟ انت نمت امبارح كويس؟ انت ليه بتقولي كده؟ شكلك تعبان. ده حقيقي. انفلونزا؟ لا، أرق. أصلي ما نمتش كويس امبارح. تحب أجيب لك ترانكولايزر؟ أنا ما بستعملش الحاجات دي. أخلي مينو يعمل لك عصير برتقال؟ أنت قلتي البرقيتين بيقولوا إيه؟ روما طالبة تأكيد ميعاد الفوج. عظيم. ردي عليهم. أنا رديت عليهم فعلا، وقلت لهم إننا مستعدين لاستقبال الأفواج وتنظيم الرحلات حسب اتفاقنا معاهم. عظيم عظيم. لكن الفرنساويين لسه مش قادرين يحددوا عدد الفوج بالظبط لحد دلوقتي. اكتبي قولي لهم إن احنا لازم نعرف عدد الفوج بالكامل قبل وصوله بمدة كافية علشان نستعد ونقدر. استني. اكتبي استر مدموزيل مارسيل. انت بتدور على ايه أدون سامحون؟ كان في كارت هنا بتاع شركة. هتلاقيه في المحفظة، انت دايما تحتفظ بالكروت في المحفظة. اكتبي مدموزيل مورياك مارسيل 36 شارع ليون داسون باريس. انت قلتي هم كانوا عايزين ايه؟ بيقولوا مش قادرين يحددوا الفوج دلوقتي لانه اكتبي الشركة متعثرة في الاتفاق، اتخذوا اللازم.